مشكله النادي الاهلي قدام فريق سان داونز ان للاسف مارسيل كولر اعتمد على الفكر والنتائج القديمه اللي جمعت ما بين الفرقتين، وان الراجل ما اعتمدش على الحاله الفنيه اللي بيعيشها فريق سان داونز في الوقت الحالي، رغم ان سان داونز فرقه تقيله وفرقه محترمه وعندها قدرات وعندها امكانيات معينه، لكن حالتهم الفنيه الموسم ده اقل بكتير من الموسم اللي فات واللي قبله، وبالتالي الراجل لغى تماما الشخصيه الهجوميه بتاعت النادي الاهلي، والكلام ده مش متعود عليه اللعيبه في النادي الاهلي، لدرجه ان الراجل من كتر ما هو متخوف من نتيجه المباراه استغنى تماما عن السيستم واسلوب اللعب اللي كان بيميزه وبيقدر يحقق منه بطولات، ويقدر من خلاله ان هو يلعب كره كويسه ويلعب كره مميزه. ورغم ان هو بيعتمد على 4-3-3 كطريقه لعب بيقدر ينجح من خلالها ان هو يدي تعليمات ويدي وظائف ومهام معينه للاعيبه نص الملعب، بوجود بقى بيرسي تاو في المنطقه دي مع وجود حسين الشحات، بالاضافه للمهاجم والزياده اللي بيعملها التمانيتين بتوع نص الملعب في المنطقه دي بالشكل ده، بالاضافه لباك من الباكين مع وجود مروان عطيه او ايا كان مين اللي بيلعب في نص الملعب، بالاضافه ان الناس دي بتزق نفسها بالشكل ده، فتبص تلاقي النادي الاهلي دايما عنده كثافه في نص ملعب اي منافس. لكن اللعيبه ما عملتش الكلام ده ليه؟ لان اللعيبه اتفاجئت بالاسلوب وطريقه اللعب. بعد ما كنت بلعب بشكل طولي وبلعب بشكل ايجابي ودايما انا اللي عندي الاستحواذ ودايما انا اللي معايا الكوره، اصبحت انا اللي بجري ورا الكوره، واصبحت بلعب بشكل انا مش متعود عليه وبلعب بشكل عرضي. ان الراجل راح لعب 4-5-1 بالشكل ده وخلى المثلث مقلوب وبدا يلعب باثنين ديفندرين في نص الملعب بشكل عرضي، مروان عطيه واليو ديانج، وحطوا قدامهم هنا محمد مجدي قفشه كمحطه يقدر يطلع عليها بالنسبه للاستحواذ، لان قفشه بينجح ان هو يعمل الكلام ده وعنده رؤيه يقدر يستخدمها في المساحات الفاضيه اللي هيتم ايجادها نتيجه للضغط او الاندفاع الهجومي اللي بيعمله فريق سان داونز. فبالتالي راح حاطط هنا صلاح محسن عشان عنده السرعه وعنده المهاره اللي يقدر يعمل الكلام ده، وبدا يخلي الاثنين دول الجناحين يخدموا على الاثنين بتوع نص الملعب. فاصبح شكل النادي الاهلي كده، الاهلي مش متعود ان هو يفضل يجري ورا الكوره طول الوقت ده، وان هو اصبح حاصر نفسه في المنطقه دي، وان فريق سان داونز برده فرقه تقيله بيطلع يلعب من قدام، بيلعبك في التلتين ملعب، بيشتغل بالشكل ده وبيهاجمك بالشكل ده. فتبص تلاقي ان المأموريه صعبه عليك كفريق وكمدرب ان انت تطلع بسهوله من نص ملعبك. فلما تيجي تبص على الهدف اللي دخل مرماك هو نتيجه للضغط العالي، ونتيجه ان انت عمال تجري ورا الكوره، ونتيجه ان انت مش عارف ان انت تتحرك، لان انت لازم الناس دي ان هي تشتغل في المناطق دي فقط لا غير، ما تطلعش في الحتت دي. انت مش عايز الاندفاع الهجومي، انت مبسوط بالنتيجه كده ومبسوط بالمباراه لحد كده، وان انت شايف ان 1-0 بالنسبه لك هي نتيجه مميزه، رغم ان انت كنت تقدر تستخدم بعض الاوراق في توقيتات معينه من المباراه كانت ممكن تصنع لك الفارق، وان انت معتمد ان العوده بتاعتك في مباراه القاهره هتبقى اسهل. بالعكس، ده ماتش القاهره ده هيبقى اصعب بكتير، انت هتلعب بعد 72 ساعه، اللعيبه بتاعت سان داونز عندها لعيبه مصابه هترجع من الاصابات بتاعتها، انت هتبقى مطالب ان ما يخشش فيك هدف قدام فرقه تقيله بتعرف تهاجم وبتعرف تباصي وتعرف تلعب بين الخطوط بشكل كويس، وانت مش متعود على كده. انت دايما متعود ان الفرق كلها في مصر بتنزل تحت الكرة قدامك، فبالتالي بتفضل انت اللي معاك الاستحواذ لحد ما توجد اي ثغره او اي خطا يتم ارتكابه بتعرف تستغله كويس.